إسرائيل من الأدبيات ديال الحركة الصهيونية حتى قبل إقامة الدولة الإسرائيلية رسميا. من الأدبيات ديالها كيقول لك حنا جينا في واحد المنطقة عربية فيها إثنيات وفيها أقليات، وحنا الغرب هو اللي كيدعمنا، ولكن الغرب راه بعيد علينا جغرافيا. داكوغ. دونك الحل ديالنا شنو غادي نديرو؟ حنا العدو ديالنا الأول هادشي ماشي هضرتي. شنو هي هذه؟ وزارة الخارجية الإسرائيلية، مركز الأبحاث السياسية، جامعة بارايلان، مركز بارايلان للأبحاث الاستراتيجية، ندوة دارت في 1982 حول الموقف الإسرائيلي من الجماعات الإثنية والطائفية في العالم العربي. كيشرح لك كيف يمكن استخدام واستغلال وتوظيف كل من هو غير عربي أو غير مسلم، يعني مسيحي ولا شي حاجة أخرى، ماروني ولا هذا ولا دروزي ولا هذا، لصالح شنو؟ من أجل استمرار الدولة الإسرائيلية ضد شكون؟ لأن كيقول لك العدو ديالي هو العربي والمسلم، ما غاديش يقبلني. اش غادي ندير؟ نمشي نتصاحب أنا مع من هو غير عربي. داكوغ. في هذا الإطار شنو كانت دار؟ كانت تركيا كيقول لك حنا عارفين تركيا ما عندهاش مع العرب، إيران ما عندهاش مع العرب، راه شاه إيران ما كنطبع مع إسرائيل. تركيا كانت أول دولة مسلمة غير عربية تطبع مع إسرائيل. فهمتي اللعب دابا كيفاش داير؟ داكوغ. وهادشي اللي كيشرح علاش هما كيركزوا لك بزاف على الأمازيغ. شنو كانوا داروا في ديك الوقيته في العهد ديال كمال اتاتورك؟ ما يسمى بالنموذج الاتاتوركي. جاو طبعوا مع هوايه على مستوى شنو؟ على المستوى الاداري، دخلوا الاجهزه من الدوله، على المستوى العسكري نعاونوك في الجيش وكذا كذا، وكان داك الساعه بعد سقط الرجل المريض وسقط الدوله الامبراطوريه العثمانيه كذا كذا، و على المستوى الاقتصادي والتجاري. داكوغ. فاش كيفكر كاتشي؟ كاين وجه بحالنا شي طرا علينا. وعلى المستوى شنو؟ الاعلامي، تشابه اعلامي تسللوا نفس الخطه. داكوغ. هذا ادى شنو؟ من بعد جالك اردوغان لعب لك على هذا الشيء، ولكن بالطريقه ديالو. خدم بان لا اوكي انا غير عربي، ولكن انا مسلم وكذا كذا، وغادي نوريك انا كذا كذا. نوريك انا اسرائيل نتعامل معك كند. هما يمكن شي واحد باقي كيحلم، لان هذه من الادبيات، ملي كنقول لك ادبيات الحركه الصهيونيه يعني من الاسس ديال الحركه الصهيونيه، راه ما كتسالاش بالزمن. ما كتسالاش باتاتورك ولا باردوغان ولا كتبقى. جاو قالوا اجي نطبقوا هذا الشيء في المغرب. ونسيت لك في تركيا استغلال شكون؟ الطائفه اليهوديه التركيه من اجل خدمه مصالح شكون؟ اسرائيل. وهذا الشيء راه باقي ما تاسسش اسرائيل كدوله. حنا كنهضروا على الادبيات. داكوغ. دونك نفس النموذج هاد الاتاتوركي اللي بغينا نسميوه، هادو اللي كتهضر عليهم انت، اللي دالك كنقول لك انا ما كنهضرش على الاشخاص، لان هذا الامر يمكن هما براسهم ما سيقيش ليه الخبر. انا متاكده ما سيقيش ليه الخبر. دابا كاين اللي كيهضر لك على ما يسمى بالمركب الاداري التجاري الاعلامي. انا كنبسطو كنسميه انايا سلام البيزنس. داكوغ. اولا اللي سميتو تيار المصلحه، اولا نقدروا نسميوه حنا مثلث المصلحه، يعني التجاري والاقتصادي، التجاري والاعلامي والاداري. داكوغ. نفس النموذج حاولوا تطبيقه لانه من الادبيات ديال الحركه الصهيونيه، وهذا الشيء اللي كان غيطبق عندنا حنايا، اللي بدا يطبق. شنو كنقولوا هنا؟ ولكن اسمح لي، صاحب الجلاله ملي وقع اولا ما وقع لك شويه مع اسرائيل، وقع لك مع امريكان باش تفهموا على هذه القضيه. تحت اداره دونالد ترامب، في الاداره ديال دونالد ترامب، وكتبقى مستمر زعما بلا ديك الهضره اللي كتبقى كتروج. غير حنا صيدونا في القنصليه محلات. شكون اللي صيدنا؟ المركب الاداري التجاري الاعلامي، اي مثلث المصلحه. شرح لي هذه القضيه. هو اللي عيط لاسرائيل وقال لهم صيفطوا لنا شي حد دابا باش نفرضوا الامر الواقع ونديروا مسمار جحا، لان المغرب الدوله الحقيقيه في المغرب يعني ماشي المركب، ماشي مثلث المصلحه، رافض انه يفتح القنصليه الامريكيه في الدخله الا رافض يفتح المكتب الاتصال الاسرائيلي الا بعد ان تفي امريكا بعهودها فيما يخص القنصليه الامريكيه في الداخل. غنحل لك واحد القصه ونقول لك واحد السر. السر كان حيت كنا غير حنايا شي 4، انا وهويا واحد صحفي من احد المواقع المغربيه ولي دو كاميرامان. ملي سال الحوار، هو اصلا غوفرين، انا كنت هضرت على القضيه، كان كيرفض انه يجاوب الصحفيين المغاربه على الصحراء المغربيه. انا قلت ليه راه ما يمكنش، خاصك ديرها سينو راه غادي يبداو يشكوا فيك. ملي سولوا الصحفي
قال له كذا كذا، جا جاوبو قال له حقا وحل النزاع وسلمي بطريقه سلميه كذا 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 كذا. داكوغ، تهرب على مغربيه الصحراء. جا جاوبو الصحفي تصدم، ولكن في الاوف جا قال ليه فرتلان راه المغرب والله الا كان عاقل عليه وهو باقي حاضر. لا كذبتي مسخني. قال ليه فرتلان راه المغرب ما امريكا ما حلاتش القنصليه الامريكيه في الداخل، المغرب راه غدا يسد مكتب الاتصال. تعصب غوفرين. انا كنت جالسه فوق واحد لاطاب، قالت لي شو كنت كنقول لك، لان كنت كنحس اخبارك ما خبر وما قاري لا بلاغ ديوان الملكي ما فراسو حتى حاجه في هذا الشيء. ملي كنت كنقولها له سحب له كنخرف عليه وهذا دبلوماسي هذا كتشوف ولا عنده الدكتوراه راه ماشي هذا باه كان سفير. جا قال لي هكذا. انا ما بقيتش عاقله واش قال لي بالانجلي ولا بالمصريه، ما بقيتش ضابطه هذا الديتاي. قال لي اي ثينك اعتقد هضر معاه بالانجلي لان الصحفي اصلا انجلوفون. قال له عيط لي دابا، يلا عيط لي دابا البايدن، دوز لي بايدن نهضر معاه نقول له يلا سير حل السفاره. هذا غوفرين كيقولها للصحفي وحنا جالسين كيتهكم عليه. ايماجين داكا. شو سولتيني نسيت انا رجع. لا بلاتي باش عرفت هادشي راه معمق، راه ماشي شي حاجه. لا بالعكس دخلتك في واحد. فكرتيني. داكا. الدوله الحقيقيه شنو كتقول؟ الدوله الحقيقيه اللي هي سنات لك باردون قلت لك القضيه ديال اتفقات مع امريكا، هذه واحد. المغرب اتفق مع امريكا حلي لي قنصليه انا غنطبع مع اسرائيل. ولكن علاش نحل لك المكتب؟ اولا الطائفه اليهوديه المغربيه تجي تزور بلادها، ستادير كان تطبيع انساني اكثر ما هو تطبيع البيزنس. المركب التجاري الاعلامي الاداري او لمثلث المصلحه، يعني اللوبي الاسرائيلي بالمغرب اللي هما مسلمين زائد الاخرين ولكن راه يؤمنون بادبيات الحركه الصهيونيه. باش تفهموا على هذه القضيه مسلمين يؤمنون بالادبيات. كنظن انا ما فاهمينش حتى الصهيونيه غاديين كيتبان لهم. المهم انا اسخن الله يرحم الوالدين. سي تري سامبل. اللي تلفتو اشنو ديروا؟ الدوله الحقيقيه هي الاعلان الثلاثي البلاغ ديال الديوان الملكي في 10 ديسمبر 2020. داكوغ. والدوله المزيفه هي اللي بغاتنا نميلوا الكفه فقط لاسرائيل ولا شيء الا اسرائيل. شكون هي الدوله المزيفه؟ هما هاد اللوبيات ديالهم هما اللي كيعتمدوا على ادبيات الحركه الصهيونيه عن جهل او عن وعي. داكوغ. ويخدمون مصالح خاصه اللي سميتها المركب التجاري الاعلامي الاداري او اللي كنبسطوا كنقولوا مسلمين هادو خوتنا. المصلحه. الديانه هي المصلحه. الديانه هو شحال كتخلصني. داكوغ. انا ما كنهضرش على شي اللي بغى مولف الزق يقفز. كنهضر على تيار قدو قد السخط، على هما يعرفوا يصنفوني انا وبن كيران ومنيب، راه حنا راه كنعرفوكم نتوما على من كتخدموا. مي واحد القوس مهم خاصين نفتحوا من بين بزاف ديال الاقواس. هي انا ما كنلومش هاد الناس لان كاع البلدان فيها لي لوبيست. داكوغ. ولكن السؤال هو واش المغرب عنده ديالو ولادو في اسرائيل يخدمون المصلحه المغربيه اولا واخيرا، بحال اللي هادو ولادنا وكيخدموا المصلحه ديال اسرائيل وديال الامارات وديال مدغشقر وديال من يدفع. يمكن المغرب ما عندوش الامكانيات باش يخلص. لا ماشي ما عندوش، كيستاهن وكيمشي ساهله وما فيه لي يدير واحد المجهود، في حين ان انا كنتعمد ندير واحد الحاجه كنخليهم يديروا. ما كنهضرش على الدوله المغربيه، هاد التيار لان كنت قلت لك حنا في حرب افكار كيديروا الخدمه بالملايين، كنجي كنريب عليهم باش كنبينوا لهم بان راه كتلعبوا. داكوغ. ملي كندويو ملايين الدولارات ماشي سنتيم ديالنا، ماشي الملاليم. ماشي سنتيم. دونك باش نسهلوا على المشاهد، باش لان من بين الاشياء اللي تربحات في هذا الشيء ديال غزه هو الناس وبينوا بان كاين واحد راي اول مره تشكل راي عام حقيقي، ماشي ديال فيسبوك ديال الحسابات المضلله والالكترونيه ولي فو كونت وداك الشيء، لا حقيقي وتم التعبير عليه في المسيره المليونيه، وبان الناس ولاو واعيين وباغيين يعرفوا اكثر لدرجه بزاف. يعني نقول لك الالاف ديال الرسائل كانوا كيصيفطوا لي تيقول لي شكرا انك فيقتينا. داكوغ. وهذه من بين الاشياء التي تحسب ضدي ليس لي اللي ما يسواش لي.